الشغل يعني كله تمام. اسمي كافية أحمد شيخ صالح من قرية الشيخ علي. صار لي 5 سنين من الإحداث هجيت وقعدت النصري بين القبور تبع الميتين، غرفة وحدة طولها 3 أمتار عرضها 3 أمتار وإحنا 7 أشخاص بيها. والله وصار لنا شغلة شي شهر خلف الله على الله وعلى الرفاق مستكنة هنا مشروع قاعدين نتسبب ونترزق منه. والله فتحت اقتصاد المرأة وجابونا وقاعدين بيه احنا ساعدونا مساعدة زراعة حنطة. وما نعرف بالمستقبل عاد يزرعون شيء غير وما يزرعون بالهز احنا قاعدين فلاليح حنطة. احنا نشتغل ونسقي ونفلح ونتشلي ندير بالنا. إيه الحمد لله نحرس البير نحرس الأرض نحرس المشروع المتور المولدة. والله قاعدين يعني ما نقصر. نحب الزراعة ونحب الشول ونحب شوي أفضل من يشت الله وكيلك كنت قاعدة مقعد لا نزرع لا نطش لا نشوف الدنيا لا نشوف الله استاهل الحمد لله. يعني نقول مفتضين كأننا قاعدين بقرانة نزرع نطش نقدر بشي الله يساعدنا شوية نجنينا دابة نجنينا دجاجة نعيش من وراها يا بنتي. والله الاحتلال التركي اللي احتل أراضينا ذبحنا دمرنا من الجوع من العطش ومن الخوف من ضيقة النفس من ضيقة البدن من كل شيء بالدنيا. يعني مأثر علينا كثير مو شوية. نطالب بحقوقنا نطالب ببيوتنا نطالب أراضينا نطالب يعني كل شيء نستحقه احنا بتشنا بمالنا وبيوتنا نريده. وجود الاحتلال التركي شنو نريد نرجع؟ عندنا اطفال وعندنا جهال من الطق من الرق من الضرب يصير يستيحون يصير يخوفون يصير بهم امراض يصير بهم اصفار. نقعد نرد على بيوتنا ونقعد والاستحلال مجاورنا ما نقدر نعيش هيك. احنا شعب علمين جونا على الهادي وعلى الونسة وعلى الصوت الهادي ما نقدر نعيش جوا ضرب وجوا طق ورق. والله يا بنتي هم لولا يطلعون عندنا الاحتلال التركي كل شيء توفر لنا وكل شيء ان شاء الله ونصير بامن وامان احنا وعيالنا وجهالنا. يعني ما زال الاستحلال التركي مجاورنا ومستحل اراضينا. يعني عيشتنا رعب برعب برعب عيشه مرار. ليه متى وجهنا نظل هيك اراضينا يعني وبيوتنا ومالنا فنينا عمرنا 50 سنة واحنا نسوي نعمر نسوي نشتري القرف نشتري المادة نشتري الحاجة للبيت راحت كلها بلحظة بسبب استحلال التركي. لو صحيح الرفاق قاعد يقدمونا ويجيبونا بس مو مثل بيوتنا بيوت قلبنا بيوت تعبنا يا بنتي أكثر من هيك. يعني جابرنا على هالشيء هو جابرنا وقاعد قالها غصبا عنا مو بكيفنا. طالعنا من بيوتنا من أراضينا إحنا ما ندشر بيوتنا وما ندشر أراضينا. يعني كم الجهد نظل عايشين بخيم وبحيطان نهي لنا ما يصير نقعد ببيوتنا وبأراضينا ونعيش تالي عمرنا. العمر خالص العمر رايح بس ليش تيجي واحد يعني مال مو ماله أرض مو أرضه بيت مو بيته ويطالعنا منه جباري وقوة ما يصير. احنا ما نطلع من بيوتنا احنا نريد نرجع على بيوتنا. نستحب وما نستحب بيوتنا أرضنا ما ندشرها بدنا نظبطها بدنا نعمرها من جديد ونرد نكملها ونعمرها وشي الله تعالى يزاد يبارك برزقنا بتعبنا هالزراعة إن شاء الله الله يبارك فيها.